بعد الفجر نونا صحيت فجأة، قلبها بيدق بسرعة مرعبة، حاسة بهبوط ولسانها بيتقل، ايديها ورجليها متلجين. وفي اللحظة دي ما كانتش عارفة ايه اللي بيحصل لها، بس اللي كانت متأكدة منه انها كانت بتموت. لكن الحقيقة دي مش تجربة نونا، دي تجربتي انا الشخصية. انا اللي صحيت بعد الفجر وانا فاكرة اني بموت، انا اللي فضلت اجري على الطوارئ وانا مرعوبة، وعشت سنة كاملة تقريبا يوميا بتحصل لي نوبة من نوبات الهلع. ودي كانت أول نوبة هلع بانيك أتاك تجيلي في حياتي، واللي عرفته بعدين إن دي كانت أسهل نوبة تجيلي، لأن اللي حصل لي بعدها كان أصعب بكتير وتفاصيله كتيرة. لكن في الأول خليني أقولك من خلال تجربتي إيه هي نوبات الهلع بانيك أتاك. النوبات دي من الآخر هو إحساس كداب كنت بعيشه، بيحصل فجأة وبيحصل أعراض في الجسم كأنها لا قدر الله أعراض جلطة أو أزمة قلبية، بتختلف من شخص للتاني، أو إن دقات القلب بتبقى سريعة جدا فجأة. بالنسبة لي كانت بتجيلي كأنها بالظبط لا قدر الله أعراض جلطة، وأطراف متلجة ولساني يتقل، ولما أنزل واجري على الطوارئ أكشف ويطلع مفيش أي مشكلة صحية. فهي لحظات بتتعاش على إنها خلاص لحظات موت، وكأن خلاص الروح بتطلع. المشكلة كلها عندي إن أنا ما كنتش أعرف إيه اللي بيحصل لي، ولا كنت أعرف إن ده هو البانيك أتاك أو نوبات الهلع. إنما أنا قعدت تقريبا من مدة 8 شهور لسنة مش عارفة أنا عندي إيه. الحكاية كلها بدأت لما قررت أعمل دايت وكنت في رمضان، لكن عملته غلط جدا وقللت الأكل قوي. واللي عرفته بعدين إن تقليل الأكل جدا والرجيم الغلط بيسبب لخبطة في هرمونات الجسم، وبيحصل اختلال والجسم بيبقى ليه رد فعل هجومي، كأنك بتواجهي خطر كبير جدا. وهو ده اللي بيتسبب إن أي حد بتجيله نوبة الهلع بينزل على طول على الطوارئ علشان يلحق نفسه، ولما يكشف ما يلاقيش أي مشكلة صحية. ودي زي ما قلتلك من شوية أنا اكتشفت إن هي كانت أسهل نوبة هلع تجيلي. لكن الوقت الأصعب حصل لي بعد كورونا. لما جاتلي كورونا وأخدت وقتها تقريبا 10 أيام أو 14 يوم، بعد 14 يوم المفروض إن كورونا خلاص خلصت وبقيت في وقت النقاهة اللي هو بعدها على طول. وفي يوم كنت واقفة في المطبخ بغسل أطباق، فجأة الأطباق وقعت من إيدي، رجلي كانت بتترعش جامد، وإحساس غريب قوي ويخوف، دوخة وهبوط مفاجئ. جريت على أوضتي علشان أحاول أهدى وارتاح على السرير، لكن الإحساس كان بيزيد. مش حاسة برجلي ولساني بيتقل وأطرافي متلجة، وعمالة أتشاهد إني خلاص بموت وروحي بتطلع، وبحس بيها إنها بتتسحب مني واحدة واحدة، لدرجة إني خلاص مش عارفة أبلع ريقي، وإحساس بخنقة عمري في حياتي ما حسيته. هو أنا إيه اللي بيحصل لي؟ مش عارفة أبلع ريقي، وولادي حوالي مخضوضين من اللي أنا فيه، وعمالة أوصيهم يخلي بالهم من بعض، ووصي بنتي اللي عندها 7 سنين على أختها اللي عندها سنة، ووصي ابني الكبير اللي عنده 8 سنين على أخواته. لحد ما اتصلوا بوالدهم، هو كان مسافر، ووقتها كلمني وقال لي لا فوقي انتي ما فيكيش حاجة، فاكرة لما حصلت لك الحالة دي قبل كده؟ فسبحان الله كلمته حاسة انها فوقتني، اللي من كتر الرعب والخوف اللي انا كنت فيه وقتها كان ممكن فعلا يحصل لي حاجة. لان في الطبيعي اي حد بيحس بحاجة قوي ويعيشها قوي قوي ويتفاعل معاها جامد، اللي هو بيعيش الدور ففعلا بيحصل له. فالكلمة بتاعته فوقتني. ووقتها أول ما جات لي النوبة أول مرة، فأول حاجة عملتها إن أنا جريت وشربت مية وأكلت تمر كتير، عشان كنا فاكرين إن هو هبوط سكر أو حاجة. فجه في بالي إن أنا خلاص لأ أشرب مية كتير. أنا ما كنتش عارفة أصلا أبلع ريقي، فإزاي هشرب؟ فعمالة أشرب بالعافية، ووقتها شربت كمية مية كبيرة جدا لحد ما نزلت ورحت للدكتور. والمفاجأة ان الضغط عندي كان واطي جدا، كان فعلا حاجة كده قريبة من الموت. فلما الضغط نزل عندي جامد حصلت لي نوبة الهلع دي، عيشتني رعب عمري في حياتي ما عشته، وعملت لي صدمة كبيرة. وسبحان الله عرفت بعد كده ان من الاسعافات الاولية للناس اللي ضغطها بيوطى قوي ان يشرب كمية مية كبيرة. وسبحان الله هو ده اللي حصل، ان انا شربت مية بكمية كبيرة جدا. هو طبعا في الاول او في الاخر هو قدر ربنا، لو كان مكتوب لي في الاول حاجة كانت هتحصل لي. لكن احساس نفسه ورهبة الموت نفسها
صعب قوي قوي، ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. بعدها رجعت البيت مش بعمل حاجة غير اني ابص لولادي الصغيرين وصعبانين عليا، صعبانين عليا لو انا حصل لي حاجة. طب ازاي يعيشوا من غير ام؟ هي صحيح الحياة بتمشي، لكن هتكمل معاهم وهما قلبهم مكسور. فوقت تعبي ده كان بيزود التعب والقلق عندي، تفكيري في ولادي هيعملوا ايه من بعدي، ده لسه صغيرين. وكان مأثر فيا الموضوع قوي، وهو ده اللي زود المشكلة. وعلشان النوبة التانية دي كانت احساسها صعب جدا، عملت لي صدمة جامدة، هزتني من جوه وسببت لي اني عندي اضطراب ما بعد الصدمة. بقيت مجرد ما احس بدوخة بسيطة اجري على الطوارئ علشان حد يلحقني. فالمكان الوحيد اللي انا كنت بحس فيه بالامان لما اكون على سرير الطوارئ. ارجع البيت احس ان انا تعبانة. كل ده خلال الفترة اللي هي بعد كورونا على طول. واللي عرفته بعدين ان ناس كتيرة جدا حصل لها نفس المشكلة دي من بعد كورونا. ما هي المشكلة الكبيرة اني اصلا ما كنتش اعرف انا عندي ايه. كنت كل يوم احس احاسيس مختلفة، ابقى خلاص كويسة وما عنديش اي مشكلة، لكن فجأة احس ان ضربات قلبي ضعيفة قوي، ومش عارفة اتكلم نهائي، مش عارفة اتنفس ولا عارفة ابلع ريقي. كل حاجة كانت غريبة. وشوية ضربات قلبي تبقى سريعة جدا لدرجة انها ممكن تشاف بالعين من كتر سرعة دقات قلبي، وتفضل مدة على الحال ده. وكان ممكن من كلمة واحدة بس اتأثر جامد وتجيلي نوبة الهلع. لو حد بصلي وقال لي ايه ده، انت شكلك تعبان قوي كده ليه؟ الكلمة دي كانت كافية تخليني في حالة رعب، واقول صح، يبقى انا احساسي صح، وان انا شكلي تعبان فعلا وانا تعبانة، وانزل اكشف واعمل تحاليل تاني. بعدها قررت ان انا خلاص مش هروح اكشف تاني، لان انا خلاص يعني انا مفيهاش حاجة وانا كويسة، وبحاول اقنع نفسي ان انا خلاص خفيت. فجأة اصحى من النوم وشي اصفر ومخطوف، واني خلاص بحتضر، وانزل من البيت وشكلي باين عليه تعب. ولما الدكتور يكشف ويقولي ما فيكيش حاجة، الاقي نفسي فقت وكل التعب عندي راح. وبعد ما كنت داخلة المستشفى بيساندوني، اخرج من المستشفى وانا بمشي عادي جدا ولا كأن في اي حاجة. انا بس كنت عايزة اعرف انا فيا ايه، حتى لو لا قدر الله طلع عندي مشكلة صحية، سكر، ضغط، اي حاجة، بس اعرف انا مشكلتي ايه واخد علاجها وخلاص. انما اللي زود المشكلة اني ما كنتش اعرف انا فيا ايه. لا مني ميتة ولا مني عايشة، حاجة كده ما بين البنين، منفصلة عن الواقع. اوقات كتير لما كنت في البيت والحالة دي تجيلي، ابقى وسط ناس كتير ما بقاش لوحدي، مش عارفة اروح فين او اهرب فين. وقتها حسيت قوي بالدعاء ده بينطبق عليا حرفيا: اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وقلت لنفسي وقتها أنا بهرب من إيه؟ بهرب من الموت؟ مفيش حد بيهرب من الموت، المفروض إن أنا استعدله كويس. فالإحساس كان صعب قوي، عمر ما حد هيحس بيه غير اللي مر بالتجربة دي. واللي خلاني أحكي إنه لا قدر الله يكون ده نفس إحساسك دلوقتي وإنتي مش عارفة عندك إيه بالظبط. يمكن لو فهمت من بدري أنا عندي إيه كنت ارتحت، إنما أنا قعدت زي ما قلتلكم أكتر من 8 شهور لسنة بعيني وأنا مش عارفة أنا عندي إيه. اللي يقولي لا قدر الله ده صرع، واللي يقولي اعملي أشعة مقطعية على المخ، واللي يقولي كذا وكذا، وبقيت عايشة بس أعمل تحاليل وأدور أنا عندي إيه. وبعد شهور وخلاص عرفت إن أنا المفروض ما عنديش حاجة، بقت تجيلي النوبات دي بشكل مختلف. إني مجرد لما أحس بألم حتى لو بسيط أو أحس بجوع، جسمي ياخد رد فعل كبير وكأنه وحش أو أسد بيهاجمه. لو ماسكة حاجة في إيدي تقع، وبعد شوية الأعراض اتغيرت تاني، وبقى يحصل لي إن أعصاب إيدي الاتنين بتتشد جامد، وضربات قلبي سريعة جدا. بقيت خلاص بحاول أهدي نفسي على قد ما أقدر. وأغرب إحساس جالي إن ساعات أحس إن أنا بردانة وحرانة في نفس الوقت. هتسأليني إزاي؟ هقولك معرفش. فكانت لخبطة بتحصل للجسم كله. وبعدها ب6 شهور وأنا كل شوية أروح لدكتور، آخر دكتور حكيت له بالظبط اللي حصل لي، فعرفني ان عندي اضطراب ما بعد الصدمة بسبب النوبة اللي جات لي بعد كورونا. عشان كده الموضوع كان جامد في اوله. وبعدها قال لي انت عندك بانيك اتاك، وهو ده التفسير اللي بيحصل لك. فكتب لي علاج معين اخدته تقريبا لمدة 7 شهور، والحمد لله اتحسنت كتير جدا. هو قال لي عادي جدا لو انا استمريت عليه طول عمري، لكن انا ما حبيتش ان انا امشي بالعلاج مدة طويلة.
فأخدته بس لمدة 7 شهور والحمد لله اتحسنت جدا عليه. هو أوقات النوبة بتجيلي لكن خلاص بقيت أعرف أتعامل معاها، وبعد فترة بدأت ألاحظ إيه الحاجات اللي بتحفز نوبات الهلع أو بتخليها تجيلي بشكل أسرع، زي إني مثلا كل ما أكل أي سكريات أو حتى فاكهة مجرد ما أكلها بعدها بشوية بتحصلي، أو لو شربت أي كافيين، نسكافيه، قهوة، شاي، وبقيت خلاص فاهمة اللي بيحصلي، إن اللي بيحصلي ده لأ أنا مش بموت ولا حاجة، أنا بس تعبانة ولما أهدى هبقى كويسة. فتغيير التفكير ده هو اللي خلاني أهدى وما ادخلش في حالة خوف زيادة فيزودها أو يزود المدة بتاعتها. ولما أبدأ أحس بأعراضها أحاول أشغل نفسي بأي حاجة وغير المكان اللي أنا قاعدة فيه، المهم إن أنا أشتت الفكرة من دماغي. والمشكلة الكبيرة قوي اللي كانت عندي في الوقت ده إن أنا ما كنتش بعرف أعيط نهائي، ووشي كله كنت حاساه فيه جفاف جامد، وعيني ما كانش فيها أي دموع، مش عارفة أعيط ومش عارفة أنزل دموع، ودي حاجة كانت مزودة التعب عندي. فسبحان الله الدموع نعمة كبيرة قوي من عند ربنا، محدش يعرف قيمتها غير لما يتحرم منها. المهم اللي اكتشفته بعدين ان في ناس كتيرة جدا بعد كورونا حصل لها نوبات الهلع دي، وانا لما خلاص عرفت مشكلتي ايه وبدأت اخد العلاج واتحسن الحمد لله، بقيت اوعي ستات كتير في جروبات النسائية، لان في ناس كانت بتدخل وتسأل وتقول نفس الاعراض اللي عندي، فالموضوع انتشر بطريقة كبيرة بعد كورونا. كنت دايما اكتب اوعي الناس علشان انا كان نفسي حد يقولي انت عندك ايه، علشان كده قررت احكي تجربتي واللي انا عشته، يمكن اللي انا عشته ده انت تكوني لا قدر الله مريتي بيه ويكون نفسك تفهمي ايه السبب او ايه اللي بيحصل لك بالظبط، وتطمني انك مش لوحدك. لان من الاسباب اللي ساعدتني كتير جدا على اني افهم الحالة اللي انا فيها اني كنت بقرأ كتير عن الاسباب والاعراض، ولما كنت بقرأ تجارب ناس تانية عايشت نفس الموضوع كنت بهدى شوية وبرتاح ان دي حاجة حصلت لناس كتير، مش حاجة بتحصل لي انا لوحدي. طيب ايه اسباب نوبات الهلع؟ السبب بيكون ضغط نفسي أو خوف متراكم، أو دخلت جسمك في حالة ضعف شديد بسبب رجيم قاسي، أو صدمات وأمراض زي كورونا. أصعب حاجة في نوبة الهلع إنها بتخليكي تخافي من نفسك. ودلوقتي نيجي للحل في خطوات عملية. طبعا قبل كل شيء لازم تروحي تكشفي وتتأكدي ان ما عندكيش اي مشكلة صحية وانها فعلا نوبات هلع. وكمان مش العلاج او البرشام هو اللي هيساعدك بنسبة 100%، لا هو بيساعد بنسبة مثلا 60%، والاعتماد الباقي كله على تعاملك انت مع الحالة، طريقة تفكيرك انت وقت نوبات الهلع دي. فدلوقتي هقولك الخطوات اللي ساعدتني بجانب العلاج. رقم 1 الفهم، انك تبقي فاهمة كويس ايه اللي عندك، اللي هو انا مش بموت، دي نوبة هلع وهتعدي. رقم 2 ركزي على التنفس، تتنفسي ببطء. رقم 3 هدي نفسك، بلاش تخلي الافكار تتصاعد. يعني ايه تتصاعد؟ يعني مش خلاص ده انا بموت وتعددي اعراض الموت اللي بيحصل لي ده، ان انا بموت طب انا هسيب ولادي ازاي، وتقعدي تفكري في كل الناس اللي حواليكي هيعملوا ايه من بعدك. فالتفكير ده هو اللي هيتعبك اكتر، فانتي تديها وصف اني لا انا تعبانة ومحتاجة ارتاح. رقم 4 هتقللي المحفزات، واللي انا اكتشفته ان كل حاجة بتتعب الجهاز العصبي بتزود نوبات الهلع، زي الكافيين، القهوة والشاي كتير، الارهاق البدني وانك تعملي مجهود جامد جدا في يوم واحد، او تقللي الاكل جامد علشان تخسي بسرعة، والسكريات حتى الفاكهة اللي فيها سكر كتير. فكانت اكتر حاجة بتساعدني وقت التعب ده ان انا اكل بروتين كويس. ولو انتي طبيعة جسمك الضغط بيوطى عندك فلازم تحافظي على قد ما تقدري ان الضغط ما يوطوش. اما العلاج فما ينفعش تاخدي علاج من نفسك نهائي، لازم الدكتور هو اللي يكتبهولك. العلاج بتمشي بيه نص قرص اول اسبوع، وبعدها حبة كاملة مدة العلاج كلها. ولما بوقف العلاج نفس الكلام، لازم بالتدريج، يعني نص قرص لمدة اسبوع وبعد كده يقف. ليه؟ لأن العلاج بيعمل أعراض انسحابية جامدة ويسبب تعب لو اتساب مرة واحدة، فما ينفعش يتساب مرة واحدة، لازم بالتدريج، ولازم الجرعة هو الدكتور اللي يكتبها لك بنفسه. واخيرا كده هقولك حكاية عن واحدة كلمتني ان عندها نفس المشكلة اللي عندي، لاني اتكلمت عنها في جروب علشان اوعي الناس. فكلمتني ان هي من قرية وان هي بتجيلها الاعراض اللي هي بتجيلي بالظبط، وانا فهمتها ان دي حاجة اسمها نوبات هلع، وبدأت تسألني على حاجات كتير وردت عليها. هي الحالة كان بتجيلها بس ان هي بتنهج جامد وبتتشاهد، يعني واحدة بتموت. فجوزها كان يخاف منها ويطلع برا الأوضة لأنه كان فاكر إن عليها عفريت،
وبدل ما تروح لدكتور كانوا بيودوها لشيوخ تعالجها. فلما عرفت مني الأسباب وإن هو حاجة نفسية وعلاجها بسيط جدا، لكن برضو للأسف ما ينفعش في الأرياف يروحوا لطبيب نفسي، لأن دي بالنسبة لهم زي وصمة كده، لا مادام هتروح لدكتور نفسي تبقى مجنونة ويطلع عليها إن هي مجنونة، فهي للأسف مش هتقدر تروح لدكتور نفسي. فدي بتبقى معاناة تانية خالص. فانتي لو لا قدر الله مريتي بالتجربة دي، فانتي مش ضعيفة، انتي بس خايفة، والخوف لما يتراكم بيتحول لنوبات هلع، وكل اللي انتي محتاجاه دلوقتي ان انتي بس تطمني. ودلوقتي قوليلي، هل لا قدر الله حسيتي الاحساس ده قبل كده؟ ولو حسيتي بيه كنت عارفة ان ده بانيك اتاك؟ ولو لا قدر الله حصل، ايه اكتر حاجة ساعدتك انك تتعافي منها؟ ياريت تقوليلي في التعليقات، وخلي نيتك هي نفع الناس. وما تنسيش تدعميني بلايك وشير وتشتركي في القناة. شكرا لكم.